متتبعي قناة طيور تيفي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم سنتكلم فيه عن إحدى المواد الطبيعية التي نتوفر عليها في بيوتنا، وهي مفيدة جدا في تربية الدجاج لما لها من فوائد كثيرة. إنها مادة الخل. فالخل يستخدم للقضاء على الفطريات الداخلية، ويساعد على القضاء على الفاش الأحمر الذي يتغلغل، أي يدخل إلى الأكياس الهوائية في الرئة، ويزود الجسم بالأنزيمات. الخل يثبط نمو البكتيريا والفطريات، يساعد الجسم على الهضم وعلى تحلل البروتينات والدهنيات، ويوقف نمو البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي. إنه مادة طبيعية تفيد في تقوية نظام المناعة في الطيور بشكل عام، ويمنع انتشار السالمونيلا في الطيور، ويطهر الحويصلة والأمعاء، ويعمل على قتل البكتيريا المعوية. فهو يحد من مخاطر انتقال الأمراض بين الطيور، ويطهر الجيوب الأنفية عن طريق الشرب، ويستعمل كمضاد سموم. الخل موجود ذو تركيز 55%. وكيفية استعماله هي أنه يوضع نصف سنتيمتر أو سنتيلتر في لتر ماء للشرب، ويقدم للدجاج مرة كل أسبوع. حلقتنا لهذا اليوم انتهت. لا تنسونا بالدعاء والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.